المصائب والاستغفار. نعم، المصيبة. سبحان الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. يعني المرأة ما عرفت إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. رواه البخاري. نعم، الاستغفار والمصائب. نتكلم عن موضوع جدا حساس فيه جلد. نعم، فيه جلد، لأنه الحقيقة المرة، والله يا جماعة إنه الحقيقة المرة أهون بألف مرة من الوهم المريح وعن الطبطبة على الأكتاف. إخوتي الكرام، نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جميل إننا وضعنا لأنفسنا السقف الأسفل في استغفارنا 12,000، فهيت 19,000. يعني الإنسان مرات يظن أنه يعمل خير. لو أتيت بكل العبادات ولم تأتي بالاستغفار فكل عباداتك غير مثمرة، كلها. إذا كان نبي الله يونس أذنب ذنب فعاقبه الله في بطن الحوت 40 يوم، ذنب، بعثه الله ليدعو، يعني دعاهم ودعاهم فلم يستجيبوا، لكن يعني يأس منهم فتركهم دون إذن الله، ما استأذن الله، فالتقمه الحوت على ذنب. عشان نعرف إحنا شو علاقة المصائب ووقعها علينا من ناحية الذنوب وكفارة الذنوب. أهي بلاء أم هي عقاب أم ماذا؟ فلان فقد ابنه شاب، فلان فقد ابنه الشاب. هذه يعني من أكبر المصائب، أن تفقد شاب بكامل صحته، أو بنت أو شابة، المهم أنه بكامل صحته بكامل قواه، ما هو مريض ولا هو ولا شيء. سؤال هنا، هل هذا يعني عقاب، ابتلاء؟ ما هذا الأمر؟ كيف نقيم الأمور؟ لازم نعرف. أنا يعني أي شخص بيصيبه هذه المصيبة لازم يراجع حساباته. أول شيء نقول عن الشاب: قد كتب الله له هذا العمر وليس له كمان ولا دقيقة في هذا العمر. شاب توفاه الله بين 20-25 سنة، لربما حادث سير، لربما إطلاق نار، لربما حادث سير، نعم، مات موت مفاجئ، قتل، أمور. نعم، القتل الأكبر، الموت الفجائي، خلاص ما فيش خصومات، لكن عندما يكون قتل متعمد مثلا في خصومات. سؤال: قلنا انه هذا الشاب توفاه الله، انتهى عمره، انتهينا إسا من قصة الشاب كان مثلا خلوق طيب ما شاء الله، او كان مكان. الآن احنا نيجي للناس الذين من حول هذا الشاب، الأم والأب. نبدأ بالأم والأب والإخوة والأخوات. طبعا هذه الموتى هي الصفعة قاسية جدا جدا في وجوه الأم والأب والإخوة. الحلقة القريبة جدا
من هذا الشاب رحمه الله، كان من كان. نسأل الله أن يتغمد شبابنا أولادنا وأطفالنا الرحمة. الآن قد تقول إنه لربما كمان مثلا زلزال ومات من مات من شباب وأطفال وصغار، ولكن بقي الأم والأب أحياء، يعني بقي من العائلة كلها راحت، ما فيش، خلص راحت، انتهى أجلها وقضى الله. لكن 3/4 العيلة راح، مات، قتلوا مثلا حرب، بشي في إشي. سؤال الآن إحنا نبدأ في العلاج، نبدأ نبين الحكمة من كل هذا. الحكمة من كل هذا طبعا لنا في سورة الكهف مواقف كانت مع سيدنا الخضر. نعم، كانت في مواقف مع سيدنا موسى والخضر، في مواقف منها نعتبر منها فيها حكمة، فيها أمور كبيرة. فالخضر قتل الغلام، والخضر خرق السفينة، والخضر بنى الجدار. فهذه الأمور لنا فيها عبرة، وقصص السابقين الذي قصهم الله جل في علاه في كتابه كمان لنا فيها عبرة. الآن أنا بدي أشخص حالة قتل مثلا، وهذا درس طبعا أوجهه لكثير من المشايخ. اليوم إحنا لا نستطيع أن نطبطب على كل الأحوال، طبعا المصاب جلل والأمر عظيم، لكن الإنسان عليه أن يتفقد نفسه. الولد على خير إن شاء الله، من أهل الجنة إن شاء الله، من أفضل شاب على وجه الأرض، انتهى عمره، توفاه الله رميا بالرصاص، غرقا، خلص، انتهى هذا الأمر. الآن بدأت أمور جديدة تنفتح، ألا وهي الأم والأب والمحيط المقرب من هذا الشاب. لماذا كانت هذه الموتة بهذا الأسلوب؟ لماذا؟ هذا هو السؤال. إذا كان رميا بالرصاص، أو كان مثلا غرقا، أو كان في حرب، أو كان في مكان، لازم الأم والأب يحاسبوا أنفسهم. لازم كل واحد منا يحاسب نفسه. جماعة، احنا في نقطة حساسة جدا جدا جدا، في نقطة حساسة جدا جدا جدا. قد يكون ما أخذ منك كفارة لذنوبك، وقد يكون وبالا عليك. اليوم أي واحد بتصيبه مصيبة، أي واحد بتصيبه مصيبة، الذي يربط على القلب إنما هي من الصدمة الأولى، فهي ربط من يعني الله اللي بربط على القلوب، الله اللي بربط على القلوب. علاقة الاستغفار في كل هذا، أنا أعتذر، بدي أجمع نفسي وأبين لكم حقيقة قد تطابق كثير من الحالات، إنه تم قتل شباب رميا بالرصاص بدم بارد، لربما شاب أفضل من شاب، لا نزكي الناس، الله يزكي من يشاء، لكن مسيرته في الحياة كل واحد بتبين. لكن أنا بدي أرجع، إسا انتهينا من الشاب، رحم الله الشباب والبنات وكل الله، أنا بدي أصل إسا للأهل. النقطة هي الأهل، الزوجة، المحيط الذي من حول هذا القتيل، قتيل، شهيد، سميه ما تشاء، احنا نلقب، ولكن الله يعني ولي ذلك. اليوم إنسان مكسبه في ناس محترمة، لكنه مرابي، عنده قروض ربوية، عنده إنسان محترم لكن عنده
مصالح مصلحته شرعا ساقطة، شرعا هذه المصلحة ساقطة عند الله. وهذا الإنسان المحترم شرعا بقروضه الربوية ساقط عند الله، يستحق العقاب. ولا درهم ربا أكبر عند الله من 36 زنية، ولا درهم ربا أكبر عند الله من أن يأتي أحدكم عند أمه تحت ستار الكعبة. نعم، ولربما التجارة التي يتاجر فيها والد هذا الشاب أو أمه أو هكذا تجارة عند الله لا يرضاها، وإن ظن الناس إنها خير. تجارة فيها عري، تجارة فيها تكشف، تجارة فيها خلط، تجارة فيها سمي ما تشاء، بذخ، تبذير، أنا أولى أن لا أتاجر فيها. أنا أولى أن لا أجمع الناس عندي في تكشفهم وعريهم وأفتح مصلحة بهذا الباب. الدنيا فيها حياة وموت، وفيها جنة وفيها نار، وفيها ونعذبهم العذاب الأدنى دون الأكبر لعلهم يرجعون. فقلنا إنه الشاب رحمه الله أو الطفل أو سمي من تشاء الذي كان موته صاعقة على الأم والأب والإخوة، هذا كان الله يرحمه، انتهى عمره، ملناش علاقة فيه، خلص عمره، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. والحمد لله رب العالمين كان كاين مية موتي جميلة، والحمد لله رب العالمين كان الناس بتذكروا بالخير. إن شاء الله لما بنموت كلنا الناس تذكرنا بالخير. هاي أنتم شهداء الله على الأرض. خلصنا من الميت، بدناش نطبطب. الطبطبة بتوصل الناس إلى مآسي أكبر وأكبر وأكبر، وهي لا تدري. فاليوم إذا أنا تجارتي وأكلي ومشربي لا يرضي الله، لا يرضي الله، حتى لو كنت مصلي، حتى لو كنت أنا أتصدق، وحتى لو كنت من الناس الطيبة، هذا لا يكفي. إذا نبي الله أذنب ذنب التقمه الحوت. إذا نبي الله يونس أذنب ذنب فالتقمه الحوت. وإذا إبليس كان عابد، كان يعني طاووس الملائكة إبليس، لكن عندما الله خلق آدم وقال له اسجد لآدم أبى، فطرده الله من رحمته. ونحن في دار بلاء، في دار امتحان، في هذه الدنيا دار امتحان. من ينهى نفسه عن الهوى، ليش اسمه هوى؟ لأنه انت بتهواه، بتحبه، بدك اياته، نفسك بدها اياته، تطلبه، تتوق إليه. نعم. فهذا أما من نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أنت بتحب الإباحيات، وأنت بتحب كرة القدم، بتحب التدخين، بتحب الشهرة والسمعة، بتحب تكون تجمع المال والعقارات، بتحب انك تكون يعني الذي يشار اليك بالبنان، من الذين تشرئب لهم الأعناق. دخل هذا هو. نعم أخي الكريم، نعم هذه النفس الأمارة بالسوء إذا لم تنهاها فهي حتما مع شيطانك سيأخذوك إلى الهاوية، وستنغمس لربما في تجارة لا ترضي الله أبدا أبدا. وقد جماعة في كثير تجارات لا يرضاها الله، لا يرضاها الله، لا يرضاها الله. نعم اليوم بتفوت بلا مؤاخذة على أي مصلحة، على أي مصلحة بتفوت ترى الغناء والطرب وكأنك رايح على الديسكو. في المطاعم ديسكوهات، الخلط، العري، التكشف. نعم أفراحنا، وإذا كانت قاعات أفراح هذا الأمر يرضي الله؟ بتروج تجارة، بتجيب دعاية صبية متعرية متكشفة حتى يعني
تروج لك هذه البضاعة؟ نعم، أمور كثيرة. ما احنا بدنا نرجع للأم والأبو الذين أصابتهم المصيبة الموت، يعني أصابهم الله أنه أصابهم الفقد، فقدوا عزيز. لماذا هي الصفعة؟ في صفعة هنا قوية جدا جدا جدا. لربما هذا الولد لو انه مثلا مرض بالتدريج وهكذا، سنة سنتين المرض عمال يشتد عليه، 3 4 وشافوه يعني عمال يضعف، صاروا هم لانه بتعذب يعني بيعاني في مرضه وخلص قطعوا الامل، بيقولوا لو انه الله يريحه، والله الله يريحه اهون له. يعني يشفقوا على ولدهم مع انه الفراق صعب جدا وقد يربط الله على القلب. لكن اذا في صفعة، هذا هو النقطة، اذا في صفعة في موت هذا الولد، هل تفقدنا انفسنا؟ اذا كان في نحن الام والاب في عري، في حرام يقترف في حياتنا، في ارزاقنا، في جيراننا، في كل شيء من حولنا، هل هو تأديب من الله؟ هل هو كسر لهذه الكبرياء؟ هل هو يعني هزي لتعود إلى الله وتركض إلى الله؟ ثم يعني أنا هنا سبحان الله بتصير حالات كثير يا جماعة. ممكن الناس أوادم طيبين أخلاقهم طيبة، لكن تجارتهم عند الله ساقطة، عند الله ساقطة، تجارتهم عند الله ساقطة. مغموسين في الربا. شو يعني مغموسين؟ قروض ربوية وبتطوروا في الربا وما شاء الله، والناس بتحبين وكل شيء، وهم مش غشاشين ولا شيء، هم على خير، لكن عند الله ساقطين يا أخي. الموضوع مش بيننا وبين الناس، الموضوع بين الناس وبين الله. إذا إحنا بدنا نضلنا نطبطب لبعض، يعني أنا إذا بدي أشوف من غير شر أي مصيبة ألمت في بيت وإم الولد متكشفة، فلتراقب نفسها، فلتحاسب نفسها. الولد يموت رحمه الله، بده يموت، هذا يومه انتهى، لكن الصفعة بطريقة الموت، هذا مش تشفي، هذا لازم نحاسب أنفسنا عشان ما يستمر الأمر، ما يزداد عقاب الله علينا، ما يزداد سخط الله علينا. نعم، لربما هاي تكون رحمة إلنا إن نرجع إلى الله ونتوب إلى الله ونقبل على الله، فتكون هذه رحمة من رحمات الله علينا، إننا يعني كان كيف بقولوها نقطة تحول في حياتنا، نقطة تحول. كل إشي بيصيبك وبضايقك وإنت مغموس في ذنوب، إذا أنت بتعرفش إنه العري هو ذنب، وإذا أنت بتروج لتجارة فيها خلط وغناء وطرب هو ذنب عظيم، وإذا أنت يعني فاتح محل أراجيل هذا ذنب، بتبيع الدخان ذنب، أنت بايع دينك في كرة القدم هذا ذنب، حقوق الناس، الرياء، الكبر، التكبر، التعجرف. نعم، ترى نفسك فوق الناس بفلوسك وهي لك، تعطيش حدا منها إشي، لكن شايف حالك فيها. مثلا إذا أنت تعرف أصلا إنه ابنك هو يعني من هذول اللي بيطخوا وانطخ، ابنك تاجر حرام وانت ساكت، يأتي لك بالمال وانت مبسوط، فعندما قتل هذا الولد صفعت هذه الصفعة، انه كالصاعقة انستك كل المال الذي جاء به اليك، انستك كل حلاوة هذه الدنيا، هذه الصفعة انه قتل هذا الولد. ألا نعيد حساباتنا في كل أمر؟ ألا نعيد في طريقة الموت؟ صنائع المعروف تقي مصارع السوء. معناها إذا الله بده يتوفى شاب صغير راح يهيئ له الجو المناسب إنه يأخذه من أمه وأبوه ويربط على قلوب الأم والأبو ربط تام. هذا إذا كان الأم والأبو
عن جد بيستاهلوا انه يربط على قلوبهم من باب جماعة اسمعوا مليح يا جماعة، لازم تفهموا مليح. هذا الطبطب بيقولني أنا أقول لك أنت على خير، لا يمكن أن الله يصفعك صفعة في هذه القوة على أساس أنك أنت على خير. عشان هيك يلزموا الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. حتى لو كان في موت، سيكون الموت فيه نوع من انك انت راضي. لربما تسمع اخر كلمات ابنك يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وهو يبتسم، وتحدث العالم كله بهذه الشهادة وبهذه الابتسامة، وانت فرح وتنام وتراه في الرؤى، ويأتيك في الرؤى ويبشرك فيها في حاله. الله جل في علاه لا يعذب مستغفر، لكن علينا أن ننتهي، وعلى المشايخ أن لا يطبطبوا عندما تعرف أنه فلان تجارته لا يرضاها الله. يعني أنا أي تجارة أي صناعة لا يرضاها الله لازم تمسك الرجل وتقول له على جنب تفقد ذنوبك أخي الكريم. لأنه الصفعة المشكلة إنه إحنا دائما بلاء بلاء بلاء، وكأننا أولياء وأنبياء، وهذه هي طامة العصر، هذه هي الطامة الكبرى. أنا بقول لأهل الفقيد رحم الله الفقيد جاءت سيئته، انتهى أمره. خلينا نتفقد أمورنا. نعم أنت تستحي أن تقول في هذه اللحظة، في هذه اللحظة تستحي أن تصفع، لكنه هذه هي الحقيقة. الحقيقة أنه علينا أن نتفقد ذنوبنا مع الله وقلة أدبنا مع الله. ولماذا أصابنا هذا الآن؟ الفقد الصابر الله بصبره وينتهي أمره، يعني رابط الله على قلبه، يترحم على ولده، صابر، حياته استمرت ما شاء الله. لكن الذي جاءته الصفعة عقابا من عند الله، ستكون الأحزان ملازمة هذا البيت، عقاب مستمر. هذا العقاب مستمر. ليش؟ لأنه ما حدث التغيير. التغيير ما حدث التوبة والرجوع والإقبال على الله. نعم هذا المصاب الجلل في من ورائه حكمة. قتل الطفل الغلام في سورة الكهف كان من ورائه حكمة، وخرق السفينة كان من ورائه حكمة. نعم، فحكمة الله هنا أن يعود البيت كله إلى طاعة الله والقرب من الله. أنا لست بحاجة أن يكون عندي 1000 عامل، لا بمعصية الله. نعم أنا لست بحاجة أن يكون عندي تجارة لا يرضاها الله، ما يكون المكانة، مكانتي عند الله أهم عندي من مكانتي عند الناس. وإلا هذا الحزن لن يفارق هذه القلوب، لن يهنأوا بشيء. في ناس يا جماعة بتعيش بأحزان من الشكل سنين طويلة وهي لا تعرف إنه عقاب. إنه العقاب يا جماعة، والله إنه العقاب الرباني المستمر. الحسرة، نعم الحسرة المستمرة على الفقد، مش معناها ننسى موتانا، ولكن الحسرة هيك حزن، لا تستطيع أن تضحك ولا تستطيع أن تفرح، ووجهك كاتم مكبوت، مأخوذ منك شيء عزيز جدا جدا ولا تنساه ولا تنساه، وكأن الله يريد أن يذكرك فيه من باب العقاب دائما. علينا أن نتفقد ذنوبنا إخوتي الكرام. كل من فقد عزيز، كل من أصابته مصيبة. نعم قلنا الميت إن كان طفل شاب عيلة كامل، الزلزال ضرب بلد ونجا منها واحد، أولاده راحوا، بقي هو، فليتفقد نفسه لماذا بقي. مثلا في معه عمر، لكن هل هو في بلاء؟ احنا بنسمي البلاء لأهل الصلاح. الابتلاء البلاء خلينا نسميها المسمى البلاء ولأهل الصلاح
الذين لا عندهم قروض ربوية ولا سب ولا شتم ولا غيبة ولا نميمة ولا حسد ولا حقد، بيؤدوا صلاة في وقتها، يعني من الزاهدين فيما بجيب الناس، يعني حفظوا الله فحفظهم، وقليل ما هم. نعم. ولا يشركوا بالله بالليل والنهار، وما في عندهم نفس شاي في حالها، ولا في عندهم كبر ولا رياء ولا حسد ولا حقد ولا غل. نعم. وقليل ما هم، يمكن لا يعدوا على الأصابع. فنحن 1,000,000% تحت العقاب، وهذا باب من التطهير وباب من العودة. يعني عندما يحترق متجر كامل انتهى كل ما فيه، لربما كانت تجارته كلها مبنية على الربا، على الباطل، على الغش، على هذا، فعليه أن يتفقد نفسه. وإذا كان الفقد أكبر بولد، نعم، أنت مش بحاجة إذا سمعتني إنك تبقى تظن إن الله ظلمك. كما مر هذا الولد أو الشاب أو الطفل انتهى عمره، كتب له 3 أيام من العمر، طفل مات شهيد رحمة الله عليه. إذا كان في قصف أو حتى في قتل دون ماله، فإحنا الآن كلامنا لا علاقة لنا بالمقتول، لنا علاقة لربما خوارزميات اليوتيوب لا تطلع هذا الكلام، نشوف كيف بيطلع الدرس. فإن شاء الله أنه بمر الكرام، لكن حبيت إني أبين إحنا كلياتنا بنفكر إننا على خير، كلياتنا بنفكر، ولكن أمورنا بعيدة جدا جدا. لا نزين بميزان البشر، لا نزين. أنا بسامحك إنك أنت تأخذ قرض ربوي، وأنا بسامحك إنك تدخن، وأنا بسامحك إنك أنت تأخر صلاة، وأنا بسامحك إنك أنت تساوي قاعات أفراح، يعني خلط بلط كله غناء وطرب ورقص بالليل والنهار. نعم، وعري وتكشف وارقص وغني واعمل ما تشاء، أنا بسامحك. هل يسامحك الله بهذا؟ هل يسامح الله بهذه الأمور؟ يا جماعة، فإذا أنا ما بينت لهذا الأخ، والله يا أكبر مصيبة إني لا أبين له، لأنه سيستمر يظن أنه على خير. ما هو آدمي، يعني ما هو محترم، ما هو ما بآذى الناس. والله جل في علاه يقول، يعني والرسول عليه السلام قال، يعني أول شيء عن الربا، لا درهم ربا أكبر عند الله من 36 زنية، ثم الغناء والطرب، ثم جمع الناس على مزامير الشياطين. الإم، أنا عندي يقين أن الناس التي تسحر الناس ستفقد من أولادها، ستفقد من أولادها، من الصغار شباب. نعم، حسرة. سيذيقهم الله العذاب الأدنى لعلهم يتوبوا، لعلهم يرجعوا. فكل واحد بتصيبه مصيبة. شريت سيارة وانطحنت السيارة، مأساة، دفعت كل مصاريك انت. بس ما هو أنا مش ولي يا جماعة، ما هو أنا مش ولي. لربما الله طهر عني نص ذنوبي في هذا إذا تبت، وإذا فهمت إني لربما كنت باخذ بقرض ربوي، لربما أنا كنت إني يعني كنت ظالم لناس، كنت مسيء سيء الخلق. نعم، لربما هذا الحادث، أنا مرة سويت حادث، نعم سويت حادث انقلبت فيه السيارة قبل كثير بال2015، لكن غيرت حياتي. وكان وراها بعدها بسنة بدأت أصلي، كنت ضايع. نعم كنت ضايع، يعني نتكلم على قبل أكثر من 30 سنة. لكن كانت هاي الهواية، هذه الضربة، الصدمة وقفتني.
ما كان في مين يقول لي والله كانوا في رجلين من قرايبنا رحمهم الله ما كنتش أصلي. نعم ما كنتش أصلي بس ما ربطتها. قالوا لي صلي يا محمد، صلي صلي يا عمي. ما ربطتها، شو دخل هاي بهاي؟ ما ربطتها، ما عرفتش أربطها. ومرت الأيام يعني لربما سنة، فالله شد علي أكثر، والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه. الله شد علي أكثر، فما كان مني إلا أني علي الصلاة، علي أن أصلي. نعم. لما أنا بدي أربط لك اللي عمال يصيبك في تجارتك، في حياتك، في عنجهياتك، حتى لو كنت مصلي، يا رسول الله إنها تصوم النار تقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها في لسانها، قل خير فيها فهي في النار. حديث المفلس الذي صلى وصام وحج وزكى وعمل من الأعمال كجبال تهامة إياتها، لربما أنت مثله، لكنه سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا ففنت حسناته. لربما هذا الأب أو أخو الولد المقتول أراد الله بهم أن يعني يتوبوا من شيء معين، فتمادوا وأرادوا أن ينتقموا لأنفسهم، فدخلوا في دائرة الذي أصاب الدم. شفت؟ وأنت تظن أنك على خير، قد تصل أنك تصير أنت من الضحية إلى المجرم. نعم، بدك تنتصر لنفسك. والله يا جماعة لما بتعرف تتعامل مع الله ستحلو الحياة معه، لأن الله يربط على القلوب. وعندما تتوب وتترك كل الذي كنت فيه، الله صفعك هذه الصفعة، انتبهت اني انا كل رزقي مش مظبوط، كل رزقي لا يرضي الله، بدي اوقف باي حال، بدي اوقف. هذا الحزن الذي في قلبك على ولدك سينتهي، سيبدل الله ايامك حياة سرور، سيجعل لك مكانة. لكن عندما يطبطب لك الناس، حتى لو كنت تتصدق، حتى لو كنت انت انسان طيب، ما بينفعش عند الله فقط طيب. نبي الله غلط غلطة عاقبوا عليها، التقمه الحوت، ولولا انه كان من المسبحين، يعني ظل مستمر في التسبيح، للبث في بطنه الى يوم يبعثون، يعني هو بقي يستغفر. سيدنا يونس، صنائع المعروف تقي. علينا يا جماعة ان احنا نتقي الله ولا نطبطب، وكل واحد يتفقد كل اشي حواليه عشان يتسجل هذا الولد في ميزان حسناتك. الله توفاه خلص عمره، عشان هذه الصدمة تسجل في ميزان حسناتك وفيها كفارة لذنوبك، ولا يأخذك الغي وتستمر بما أنت عليه قبل أن يأتي الشيء الأكبر. نعم، الشيء الأكبر، يعني المصائب تزداد. خلينا نسمع قصة زلزال سوريا. لما ضرب زلزال سوريا كيف انه هذا المستغفر حتى لم يشعر، عشان هيك الاستغفار له ما له، ولا يعذب الله مستغفر، وسيقودك المستغفار الى مرضاة الله. توبوا الى الله. مش كل مصيبة بتصيبنا هي لاننا احنا اولياء من اولياء الله، لكنها فيها عبرة، لربما صفعة على افعالنا، فلنستفيق. ورحم الله الأموات، لربما الله خلاص انتهى عمرهم وأخذهم إلى جنات الخلد، لكن إحنا الذين بقينا وصفعنا الله. لماذا صفعنا بهذه الصفعة؟ هذا هو. لا تقل بلاء إذا أنت كنت مأكلك حرام ومشربك حرام، وعندك رياء، وعندك أنا، وعندك شهرة، وعندك انبطاح تحت شهوتك، وعندك عري، وعندك تكشف، وعندك انتقام للنفس، وعندك وماخذ دينك على هواك. نعم، انتبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونك أخي؟ كيفك؟ إن شاء الله بخير. أخي بدي أكمل لك قصة. أنا شو حكيت قصة، كان في صوت ضجة، ويعني طبعا الصوت ما كان واضح. هسه
يعني شغلة أسبوع ونص سبحان الله يوم الاثنين بعد صلاة العشاء حوالي الساعة 8-9 صار زلزال سوريا. يعني سبحان الله هون الشاهد زلزال مو هزي. فسبحان الله أنا قاعد في المحل جوا لا حسيت لا بهزي ولا بزلزال ولا بأي شيء. فانقطعت الكهرب فطلعت لبرا، قطعت هون طبعا الكهرب والنت، طلعت لبرا وشفت هالأولاد وهالنساء في الشوارع. فسبحان الله يعني قلت شو القصة أنا مش فيه. قام طلع معلمي من جوا بيقول لي كان طبعا هو شايل ابنه، بيقول لي وقفت. قلت له ايش هاي اللي وقفت؟ قال لي الزلزال. قلت له والله سبحان الله لا حسيت لا بزلزال ولا بهزي. قلت له ليش صار يعني زلزال؟ يعني صار زلزال؟ انا طبعا ما حسيت. قال صار زلزال وقوي. يعني طبعا هون صارت العياطات والعالم، يعني من العياطات انه صارت العالم تصرخ شدة الزلزال والفزع بين النساء والاطفال والكبار. وهون الشاهد انه العالم صارت تطلب اسعاف وقعني بنايات وما بعرف شو. لقاني هون انا سبحان الله يعني انبهرت انه بين هالعالم، هذا يقول انا حسيت بالزلزال وهذا يقول ما بعرف شو. هون صرت اسال الحواريه، يعني مثلا اسال الحواريه يعني معقول بس انا اللي ما حسيت؟ صرت اسال الحواريه مثلا انت مثلا حسيت بالزلزال؟ يقول لي سبحان الله والله حسيت فيه، وانا مثلا كنت قاعد على سرير حسيت بدي اوقع على السرير، وهذا يقول والله انا كنت قاعد جوا يعني قلت ما راح الحق اطلع لبرا الا راح يوقع المحل وراح توقع الدار. وهذا يقول صرت هز انا وما بعرف شو. فسبحان الله هوني انا انبهرت يعني بين هالناس، يعني قاعد بين هالناس وهالناس كلها خايفة ومرعوبة، ويعني وجوههم كلها صفر سبحان الله من الفزع، إلا أنا بين هالناس وكأني ماني موجود ينادون سبحان الله. وهون الشاهد إنه سبحان الله يعني نهار كان على لساني ما يوقف الاستغفار ولله الحمد. الاستغفار شغلته عظيمة يا أخوان والله، يعني الاستغفار الله أكبر. يعني الطاعات يعني بشكل طب كلياتها يعني طبعا، والاستغفار أهمها. وهون الشاهد قبل شهرين أنا صرت مثلا أتابع اليوتيوب أكتب عن عجائب الاستغفار وعن كنوز الاستغفار. فسبحان الله طلع قدامي الأخ محمد حجازي بيحكي عن الاستغفار وحكى قصته عام 2015 وغيراته عن سورة البقرة. فصرت أتبع مثل ما يقول، بس طبعا يعني ما إني أعد مثلا 30 استغفار، لا 30,000 استغفار وغيره. استغفر اللي يطلع معي ولله الحمد. يعني مو شرط إني أقعد وأعد 30,000 استغفار، لأني أنا بشتغل وأنا بشتغل بصير بستغفر الله. فسبحان الله يعني بالاستغفار لقيت العجب العجاب، الراحة النفسية، الاطمئنان، السكينة، ابتعاد عن الذنوب والمعاصي. وأكثرهن وأهمهن سبحان الله هو الزلزال اللي صار واللي حدث، اللي أنا ما شعرت فيه أبدا على الإطلاق يا أخوان والله العظيم. زلزال يعني مو هزي زلزال، يعني سبحان الله الأرض كلها هزت إلا أنا سبحان الله يعني ما حسيت. إنه هاي عجائب سبحان الله لله الحمد. أسأل الله أن يثبتني وإياكم، وأسأل الله أن يبارك بالأخ محمد حجازي. يعني سبحان الله من يتابع الصالحين يصلح بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يبارك بالأخ محمد حجازي. ويا أخوان يعني الشغلة بدها يقين وحسن ظن بالله عز وجل، مو يعني مثلا شغلة بس واحد يتابع إنه والله هذاك صارت معه معجزة وهذا صارت معه معجزة، لازم يصير معي مثل ما معه. لازم واحد يصبر ويثبت حتى يلاقي بإذن الله عز وجل الراحة والاطمئنان بإذن الله عز وجل. نعم، يعني ما شعر في الزلزال. المصيبة بتيجي هيني ليني على الناس التي يريد أن يربط الله على قلوبها. فكل واحد بتصيبه مصيبة بتيجي صفعة وهو عارف حاله إنه كان إنسان بعيد بصلي وبيولي بيكذب بيعمل شو بده يعني، وبالآخر يعني هو مصلي. فهذا عليه أن يتفقد نفسه، عليه أن يتفقد نفسه. هذا بأحسن الأحوال إذا كان الولد ما شاء الله على صلاح، وإذا كان على طلاح
نقول للأب كمان وكان أبوهما صالحا، فصلاح الأولاد من صلاح الوالدين، صلاح الأب بالأخص، كان أبوهما صالحا. عندما تتوب إلى الله والله لا يعذب مستغفر فلن يعذبك الله. أول ما عليك أن تتفقد عندما تأخذ هذه الصفحة، لماذا يا ربي؟ انظر إلى حالك أخي الكريم، انظر قديش أنت مغموس في هذه الدنيا. الموضوع مش إدمي، الموضوع مش محترم، الموضوع إنك أنت تكون مستقيم على أمر الله. ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نعم، الاستقامة على أمر الله هي من الثوابت، هي أهم شيء، أن تحافظ على دينك، وأن يعني يكون مطعمك حلال. نعم، مطعمك حلال عشان يستجيب الله لك. يعني رب أشعث أغبر، يعني مأكله حرام ومشربه حرام ويرفع يديه إلى السماء، فأنى يستجاب له؟ كيف؟ فإذا أنا مغموس في الربا، وإذا رزقي كلياته لا يرضي الله، من أين يأتي؟ اعرض تجارتك، اعرض رزقك على دين الله، هل يرضاه الله؟ ربع التدخين والمدخنين الذين يبيعون السجائر قال بتروج للتجارة. نعم بتروج للتجارة، بالآخر أنت بعد 10 سنين بتطلع مديون 200,000 دولار. بتروج للتجارة تبعتك، جميل، روجت لك، جاءوا الزباين، وبالآخر أنت مديون وغرقان. قرض ربوي بدي أظبط الدكان، بالآخر تطلع أنت مديون والدكان لا يساوي بصلة. أنت مديون غرقان بديون، لا تستطيع أن تغلق هذا الدكان، ولكل بضاعة اللي بالدكان لا تساوي 10% من الديون اللي أنت مديونها. الله ينتقم يا جماعة، الله ينتقم، الله يسحب البساط من تحت أقدامنا شوي شوي. فإحنا بنقول بالمال ولا بالعيال، يعني يأتي بالمال ولا بالعيال العقاب. فإن وصل إلى العيال لازم نعرف إنه وصل الشيء إلى الحد الأقصى مع الله، لأنه لربما بعد ذلك شو بده يكون أكبر؟ يقعدك أنت، بطل تقدر تروح ولا تيجي، حادث سير، شلل، دياليزا مثلا، تكرير دم، إيش، سرطان والعياذ بالله. إيش بدك؟ تفقد نفسك أخي الكريم، تفقد نفسك. ودائما إن شاء الله لا يبتلينا بأنه يعاقبنا يعني، وأن يربط على قلوبنا إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذا مهم جدا جدا، انك انت مش تبين انك انت يعني الانسان. كمان مرة الميت مات رحمه الله، انتهى اجله، ان كان بقتل او ان كان في هدم او ان كان في حادث سير او في مرض، لكن طريقة الموت التي ماتها بقدر تأثيرها عليك انت الام والاب، حتى لو كان شاب، يعني لربما عانى هذا الشاب سنين مثلا من الأمراض، وانت شفقت عليه وقلت خلص يا رب ارحمه برحمتك، بتشوفه يعاني ويعاني، فأنت بتطلب من الله أن يأخذه يريحه. نعم، ولكن هيك مباشرة هذه فاجعة. عليك أن تتفقد نفسك، عليك أن تتفقد نفسك. هذا اللي بدي أوصله رسالة، تفقد نفسك وانت بتعرف حالك. اعرض أمرك مش على شيخ ولا على أي شيخ، على الله. أيرضى الله بتجارتي برزقي بأعمالي هذه أم لا يرضاها؟ بارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقصة الزلزال الذي لم يشعر بشيء، نعم، لأن ألمت مصيبة سيربط الله على القلوب، ويكون الإنسان يعني صابر محتسب إن شاء الله، ومن الوهلة الأولى إن شاء الله. نسأل الله الثبات لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.